السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو يجنن. كل اللي هيشوفه هيقوم يعمل دلوقتي حالا فطير شرقي وش بيتزا. عملت معاكم قبل كده الفطير الشرقي التقليدي، عملته النهارده بقى فطير شرقي وش بيتزا بتكة جديدة وطريقة تحفة هتدفيكوا، ومش بياخد وقت وطعمه تحفة، واي حاجة عندنا هينفع نحشيها في الفطير. يلا بسرعة قوم مستعدة عشان تعملوا معايا الوصفة دي. وصفة تجنن وطعم الفطير تحفة. كان عندي عزومة وعملته وعجب كل اللي كانوا موجودين، وكمان السر بتاعه والمطة بتاعته الجميلة والطعم الجميل مش هتلاقوه غير في الفطير اللي معمول في البيت ومخدوم كويس جدا. كمان هتبطلوا تجيبوه من الشارع خالص، هنعمله في البيت بكل الطرق وبكل الحشوات اللي انتوا بتحبوها. هعمل معاكم الفطير الشرقي وش بيتزا عشان نبدأ السنة الجديدة بالفطير ويدفي وطعمه تحفة. يلا بينا علشان نعمله وتشوفوا الطريقة والتكات بتاعتنا، ويلا بينا. بصوا على جمال الفطير دي اللي انا عرفت اصورها بعد ما هدي شوية. بصوا الحشو، بصوا الجبن، خطير بجد، لازم تجربوا. يلا بينا. اول حاجة مقادير الدقيق. الدقيق عندي هنا استخدمت دقيق المخبوزات، والبيتزا بيبقى احسن، بيدي للفطير بيبقى اقوى بيه. عملت تقريبا 4 كوبايات ونص من الدقيق. ممكن دي عادي جميع الاستخدامات، او دي مخبوزات زي ما انا استخدمته. ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة من العسل الابيض، ويفضل لما نيجي نستخدم العسل الابيض يكون بمعلقة خشب او بلاستيك علشان ما يفقدش المعادن اللي فيه. وكمان معلقة صغيرة من السكر. التكة هنا في العسل الابيض. هنقلب كل المكونات دي مع بعض. ممكن طبعا تعملوا زي ما انتوا عايزين الكمية. الدقيق انا استخدمت 4 كوبايات ونص، وعملوا لي 3 بيتزات، 3 احجام مختلفين، الوسط والكبيرة والصغيرة. وبنزل عليهم اول حاجة بالكوباية من المية الدافية، مش سخنة قوي ومش ساقعة، اللي هي الدافية المتوسطة اللي بنحط ايدينا فيها ما بتتلسعش. وزودت كمان نص كوباية وهقلب كويس جدا. المية بقى على حسب نوع الدقيق، يعني ممكن ناس تستخدم كوباية وربع. بننزل المية تدريجي، يعني ما ننزلش الكوباية ونص مرة واحدة. ممكن نستخدم كوبايتين، كوبايتين الا ربع، كوباية ونص على حسب نوع الدقيق. انا النوع الدقيق اللي عندي استخدمت كوباية ونص. احنا بنبتدي نعجن. اول ما نلاقي العجينة ابتدت خلاص تتجمع معانا وبتلزق حاجة بسيطة جدا، اللي هي بتبقى مرنة كده وطرية، ده يعني الفطير بتاعنا ان شاء الله هيطلع حلو. مهم جدا الخطوة دي عشان نجاح الفطير كله في نجاح العجينة بتاعته. ما ينفعش تبقى يابسة معانا قوي او ناشفة، اللي هي ما فيهاش سوائل كويسة، ولما يجي دي يشربها ما تنشفش معانا، ولما تيجي تدخل الفرن هتقرمش معانا ومش هتبقى فطير حلو. دي من العيوب اللي ممكن تقابلكم، فلازم تحسوا بالعجينة بتاعتكم. بعد ما بلم العجينة كويس جدا، ما زودتش مية، لقيتها كويسة معايا، هبتدي اخبطها بقى في الرخامة بتاعتي، بنضفها كويس جدا عشان هنشتغل كل الشغل اللي جاي على الرخامة. لازم الرخامة بتاعتنا تبقى نظيفة، ونبتدي نعجن بقى. كمان من تكات الفطير الشرقي عشان نطلع عجينة كويسة في الفطير او البيتزا او المعجنات لازم نعجن كويس. عشان كده هي اسمها معجنات، لازم نعجن ونقعد نعجن فيها. كل ما بنعجن اكتر كل ما الدقيق والمية والمكونات بيندمجوا مع بعض كويس، يدونا عجينة كويسة جدا. هتنفع معانا في كل الشغل ومش هتتعبنا علشان هي مرتاحة كويس زي ما انتوا شايفين كده. مع العجن بتاعي المستمر بفضل اعجن 10 دقايق، ربع ساعة، زي ما انتوا عايزين. اللي حابب 10 دقايق، 8 دقايق، مش مشكلة عشان الناس ما تستصعبوش. بس هي العجن هو اللي بيدي العرق بتاع الفطير ويخليه يمط معانا وما يتقطعش. زي ما انتوا شايفين كده العجينة لينة، بتلزق حاجة بسيطة جدا، وهبتدي ألمها على شكل كورة. زي ما انتوا شايفين كده هي ملساء خالص وبتشكل معايا بطريقة سهلة. ومن مميزات العسل كمان ان هو بيديها زي الاستك كده، تبقى معانا مرنة. بعد ما بخلص تشكيل فيها خلاص هسيبها ترتاح، وانا بجهز المكونات التانية بحط عليها زيت، بغلفها كويس بالزيت عشان ما تنشفش معايا او تشقق، وبغطيها بغطا العلبة. وبعد كده عندي هنا سجق
بلدي هقطعه عشان اجهزه للفطير. السجق بتاع الفطير بقى مفيش اسهل من كده، بجيب طاسه بسخنها كويس وبحط عليها شويه زيت وبنزل السجق بقطعه الحجم اللي انتوا عايزينه. بحب اعمله الحجم المتوسط ده عشان لما يكش كمان يبقى الحجم بتاعه جميل. وكمان الهوت دوج انا بديله كده نص سلقه. وده الخضار اللي عندي اللي في التلاجة، فلفل الوان والطماطم والفلفل المشطشط والفلفل الاخضر، بقطعهم كلهم. والهوت دوج كمان عندي اخد النص سلقة، هبتدي اقطعه بس بعد ما يهدى. وده السجق عندي بعد ما شوحته كويس جدا. لازم السجق ياخد تشويحة كويسة عشان يبقى مستوي، علشان الفطير ما بياخدش وقت في الفرن. وده الخضار بتاعنا، فلفل والطماطم والفلفل الالوان وكمان الهوت دوج قطعته. كل الحاجات دي بحطها تبقى جاهزة. وكمان لو في جبنة موتزاريلا عندنا من الفريزر من البداية، وبحط الجبن كلها تبقى جنبي علشان على طول وانا بعمل العجينة عندي هنا ارتاحت. وانا بعمل الحاجات دي كنت سايبة العجينة ترتاح خالص. زي ما انتم شايفين لما بترتاح بتبقى بقى ايه، بتمط كده معانا وسهلة كمان في التقطيع. انا هقسم العجينة دي على 3 كرات، وكل كرة هتبقى فطيرة طبعا على حسب حجم الفطيرة. يعني انا في حجم فطيرة هتبقى اكبر بعمل كورة اكبر. زي ما انتم شايفين بصوا بتبقى العجينة لما بترتاح وبتتعجن كويس شكلها بيبقى غير العجينة اللي انتوا بتستخدموها على طول او الناشفة. بتبان حلاوة العجينة في اللقطة دي. بعد كده بدهن عندي بقى الزيت، مهم بقى في كل الخطوات اللي جاية. هدهن رخامة عندي زيت علشان هبتدي احط عليها العجينة وابتدي اشكلها. العجينة بعد ما بقطعها كمان بسيبها ترتاح شوية، يعني اللي هو ايه 5 دقايق كده ما بين كل فترة والتانية. لو احنا مجهزين الخطوات اللي هي الخضار والحاجات بتاعتنا هنسيب العجينة ترتاح 10 دقايق، مش لازم تتساب كتير لان دي ما فيهاش ولا خميرة ولا بيض فما بتتسابش كتير. ببتدي بقى افرد العجينة بايدي او بالنشابة وبنفردها كويس جدا وبشويش جدا. بنبتدي كده نسحبها، وطبعا ايدينا يبقى فيها شوية زيت علشان تساعدنا على الفرد. الفطير مفيش اسهل منه، بس لازم نرققه خالص لحد ما تبقى زي الورقة معانا، في نفس الوقت ما تتقطعش معانا، يعني تبقى ورقة. وكل ما نلاقيها عايزة ترتاح نسيبها ترتاح شوية. يعني لو لقيتوها بتكش على طول ومش عايزة تتفرد معاكم سيبوا العجينة ترتاح شوية. زي ما انتم شايفين كده ببتدي امط فيها كده، بتتمط معايا بترجع حاجة بسيطة بس بتفتح معايا، بتبتدي تورق معايا. انا عايزاها تورق وتبقى خفيفة جدا بالشكل ده كده. وهبتدي بقى اخد الاطراف بتاعتها وابتدي افتح فيها كده. زي ما انتم شايفين ابتدت تتفتح عندنا وابتدت كمان تورينا لون الرخامة بتاعتي ان هي تبقى خفيفة. كل ما تبقى خفيفة كل ما تبقى طبقة العجينة زي بالظبط الفطير، مش تخينة زي البيتزا، تبقى رفيعة كده على قد ما نقدر. ناخد من الأطراف ومش مشكلة لو في اتقطعت عندنا حاجة بسيطة، ما تقطعش كتير يعني. وزي ما انتم شايفين انا ورقتها على قد ما اقدر وفردتها اقصى حاجة. وبعد كده هبتدي اخد الطروف، انا عملتها شكل تقريبا شبه مربع او مستطيل، وهبتدي اخد الجنب ده واقفله. والطروف بحاول على قد ما اقدر اخليها خفيفة جدا عشان ما تكلكعش وتعمل طعم وحش او ما تخليش عجينة كتير تبقى مورقة كلها. وطبقات زيت او ممكن سمنة وزيت اللي حابب طبعا، او زبدة وزيت في التوريقة دي. بس انا عشان حاطة زيت فكملت كله زيت زي كمان ما بنجيبها من بره. وبعد ما حطيت طرفين كده على بعض حطيت في النص السجق. ودي بقى الخطوة اللي بتخليها زي بتاعت الشارع. في ناس بتحب وفي ناس ما بتحبش الخطوة دي، بس الخطوة دي بتدي نتيجة حلوة جدا، اللي هي البيضة مع شوية لبن مع شوية فلفل اسود، عشان بتخلي المزيج كله يتماسك مع بعضه والفطير يبقى طعمه لذيذ من جوه. اللي حابب يحطها يحطه، اللي مش حابب خلاص هي بيضة مش اكتر ولا اقل. وبعد كده هبتدي احط سجق والخضار اللي عندي وجبنة رومي. الفطير الشرقي بيحب الجبنة الرومي وجبنة موتزاريلا وشوية كمان من البسطرمة، بيبقى ميكس جامد جدا زي ما بنجيبه من بره. بسطرمة بالسجق الشرقي طعمه خطير. وهنقفل بقى زي ما انتم شايفين كده. وانا بقفل باخد بالي ان الاطراف ما تتكتلش على بعض. واقفل البيتزا عندي واقفل الطرف من ده واقفل الطرف ده. اهم حاجه نقفل البيتزا كويس جدا. عندي الفطير عندي اللي هي وش بيتزا. وبعد كده عندي هنا بقى صاجة فرن
او اي صينيه بيتزا اللي هي بتبقى رفيعه او الصينيه الالومنيوم زي دي، وبدهنها كويس جدا بالزيت. لازم نتاكد ان احنا دهنينها كويس عشان ما تلزقش معانا. وببتدي اقلب الفطيره زي ما انتم شايفين كده، تنتها بشويش جدا واخدتها. حطيت الطرف اللي انا مقفلاه اللي تحت علشان يستحمل الحرارة ويدينا كمان القاعدة بتاعتنا وما يحصلوش اي حاجة، والوش الخفيف اللي هو الوش الطبقة الواحدة من فوق علشان لما نيجي نحط عليه خلطة البيتزا يستحمل معانا ويدي يبقى خفيف كده ورقيق زي الفطير بالظبط اللي بنجيبه من بره. بعد كده عملت تاني فطيره فردتها كويس جدا، بعد كده تنيت الطرفين، بعد كده حطيت بيضه تاني مع شويه فلفل من غير ملح علشان احنا حاطين حاجات كتير فيها ملح، الجبنه الرومي والجبن والهوت دوج والحاجات دي. بعد كده حطيت كمان فلفل الوان وفلفل مشطشط وجبنه رومي، وكمان البسطرمه بتدي نكهه حلوه قوي في كل الفطاير بصراحه. ده ميكس بقى الهوت دوج مع البسطرمه والجبن. وببتدي اقفل الفطيره عندي بالشكل ده، وبنحط طبعا ما بين رقات الفطير ده زيت، وبقفلها كويس جدا الاطراف على بعض، وببتدي افتح كده واقفل الحتت دي علشان تبقى الحته دي اللي تحت والوش اللي فوق. بعد كده اخر فطيره معانا هي فطيره الجبن. هحط عندي بقى جبنه شيدر، جبنه فلامنك، كل المتوفر عندنا نحطه. ممكن كمان جبنه مثلثات، انا حطيت الجبنه الكيري بتدي طعم لذيذ قوي، اللي هي ميكس الجبن والكيري مع البسطرمه بتبقى طعمها جميل قوي. وكمان جبنه الرومي بتدي طعم مختلف جدا للفطير. وكمان بحط شوية كمان خضار بسيط قوي علشان دي بتبقى الجبن بتبقى طاغية فيها. ممكن نحط كمان جبنة فيتا او قريش او اي جبن متوفرة عندنا او جبنة اسطنبولي، كل ده هينفع معانا. وكمان حطيت شوية بسطرمة تنكه بتخلي طعم الفطير، لازم تجربوه بالبسطرمة بيبقى طعمه قوي جدا، مع الجبن كده بتكسر الجبن فبتبقى طعمها جميل. بعد كده هضرب عندي شوية بيضتين تقريبا مع شوية لبن وفلفل اسود، وهبتدي احطها على وش البيتزا بتاعتنا اللي هي الفطير بيتزا دي اللي زي بتاعة المحلات، عشان تخلي الجبنة والخليط اللي هيتحط على وش البيتزا متماسك عندي هو البيض. انا مش حطيت على بتاعة الجبن، والتلاتة الصراحة طلعوا خطيرين جدا. اللي ما بيحبش البيض ما يحطش، بس ما بيأثرش خالص وطعمه ما بيبانش. وبعد كده حطيت بقى زيتون مخلل وطماطم وفلفل الوان وكل الحاجات دي وشوية جبن كده وشوية جبنة كمان موتزاريلا مع جبنة الميكس الجبن بتاعنا على الوش ده كله. وبكون مسخنة الفرن على أعلى درجة حرارة 200-220، وبسخنه كويس جدا. وببتدي انزل الفطيرة عندي على الصاجة اللي بتكون تحت دي، وبحطها وبسيبها لحد ما تبقى ذهبي من تحت. اول ما بتاخد الذهبي بتكون من تحت القاعدة بتاعتها الفطيرة بتبقى استوت، بطلعها فوق تاخد وش على الشواية كده لحد ما تحمر عندي، وبيبقى الريحة فظيعة قلب الدنيا خالص. انا معرفتش اصورهم كلهم لان هم طلعوا، ما كانش فيه غير واحدة بس اللي عرفت اصورتها بعد ما طلعت. اهم حاجة نبقى مبطنين الصينية بتاعتنا بالزيت كويس جدا، او لو الصاج برضو بتاعت الفرن كل ده هينفع. دي الوحيدة اللي انا عرفت اصورها على الطبق كده، كانت جميلة جدا. ميكس الجبن كان قوي جدا، وكمان الهوت دوج والسجق كان ميكسات رهيبة جدا. وكمان حطيت على ميكس السجق نسيت اقول لكم كمون، كانت طعمها خطير جدا جدا. كان فطير شرقي كده طعمه غني جدا، والأطعم كانت كلها متناغمة مع بعض. لازم تتقدم سخنة وتتاكل على طول في الجو ده. مفيش أحلى من كده حاجة نبدأ بيها أول السنة بالفطير الجامد ده بوش البيتزا ده خطير، لازم تجربوه وهتستمتعوا جدا بيه. ودي كمان الفطيرة بعد كده ما بردت، بصوا الجبن شايفين، وطبقة الفطير اللي من تحت بسيطة جدا والفطير من فوق وطعمها خطير. لازم تجربوها، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وشكرا جدا لمتابعتكم الجميلة، وبألف هنا وشكر.